وهيبة. نعم يا ستي. حطي الغدا بتاع توفيق في طبق وفضي الحلل واغسليهم معاكي بالمرة. حاضر. انا عارفة توفيق اتأخر كده ليه. ما تعرفش اخوك راح فين يا سامي؟ تلاقيه في الوزارة عمال يبرطع ورا البعثة بتاعته. وهو فيه وزارة لحد دلوقت؟ دي الساعة تطلع لها 3 وزيادة. يعني هيكون فين يا ماما؟ انا عارفة يا ابني، ملوش عادة يتأخر لحد كده. يا ستي يا ريتني كنت زيه، فاضي وحر نفسه ولا وراهوش هم، مش زي حالاتي. وهم ايه ده اللي انت شايله فوق دماغك من دلوقت؟ هم الجواز اياه. والله يا ماما انا كل ما افكر في الحكاية دي راسي تلف. مش متصور ازاي هكون زوج بعد سنة ولا 2. سنة ولا 2؟ يا راجل احنا مش متفقين قدام اختك سميحة انك هتكتب الكتاب وتخش رابع يوم العيد؟ احنا اتفقنا نكتب الكتاب بس، انما امتى اخش اهي دي بقى ما اتفقناش عليها. كده يا ماما عاوزاني اكتب الكتاب واخش في ليلة واحدة؟ مش معقول. بقى بعد 30 سنة حرية عاوزين تكروتوني كده في 3 شهور؟ ده حتى حرام عليكم. انا كنت رايح انام، عن اذن. تعال هنا يا راجل فهمني. كويس انك فتحت الموضوع. لا 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 مفيش داعي نقفل. تعال هنا فهمني. وش اخرة خطوبتك لسعاد اللي بقالها 2 وزيادة دي؟ فعلا ايه اخرة خطوبتي لسعاد؟ وهتفضل معلق بنات الناس جنبك كده لامتى؟ ما هو بقى يعني كده. قولي، هي سعاد مش عاجباك في حاجة؟ لا ابدا بالعكس، سعاد دي بنت خالتي ومؤدبة وعجباني في كل حاجة، انما بقى تكونش حاطط عينك على حد تاني. هو انت يا ماما عارفاني بتاع كلام من ده؟ امال ايه، مش عاوز تخش ليه؟ لا انا بقول يعني انا متهيألي ان انا لما خطبت سعاد كنت لسه صغير برضه ومش فاهم الدنيا كويس. ليه؟ كان عندك 27 سنة وزيادة وكنت موظف بقالك 4 سنين. كنت في الدرجة السادسة ومن يومها وانا لسه في الدرجة السادسة. وفيها ايه يعني؟ وما تتجوزش ليه وانت في الدرجة السادسة؟ مش بس الواحد يستنى لما ياخد الدرجة ال5 وبعدين يتجوز؟ في حد يتجوز وهو في الدرجة السادسة يا عالم؟ يا ابني لو كنت هتستنى الدرجة ال5 مش متجوز في سنتك. ومين قالك ان انا مش هاخد الدرجة ال5 السنة دي؟ ايه على الله. ده انا بقالي سنة وزيادة وانا بجري عليها وخلاص اهي فرجت. في 3 درجات 5 في الكادر الجديد وانا و20 واحد بس في المصلحة اللي مرشحين ليها. بس 20؟ ايوه، وليك عليا اول ما اخدها اخش على طول واخلف كمان اذا حبيتي، بس اخدها الاول. بقى ده اسمه كلام يا اخواتي؟ اثبت لي ما هو توفيق اللي بيخبط ده يا ست. باركولي باركولي كلكم زغرات يا موهبة. اتأخرت كده ليه يا توفيق؟ خير يا ابن اللهم اجعله خير. بس يا وهيب عقلي. هسافر فرنسا في ظرف اسبوع واحد من دلوقتي. فين الشنطة؟ هاتوا الشنطة. فين هدومي؟ فين هدومي؟ هاتوا هدومي. ايه الهوسة الكدابة دي يا ولد؟ والله ايه الحكاية يا توفيق؟ خلاص مجلس إدارة الجامعة وافق. الوزير مضى الورق النهارده. هسافر في بحر اسبوع او 2 على الاكثر. تسافر فين ان شاء الله؟ من فضلك اسكت انت. ايه؟ خليك في حكاية جوازك والدرجة ال5. لا يا شيخ. لا يا شيخ. مسافر يا بيه، رايح فرنسا، رايح اوروبا، هشوف العالم فيه ايه. ها ايه رأيك يا ماما في الخبر المدهش ده؟ الله انت ساكتة ليه؟